والمسابقة الجميلة التي سعدنا بسماع أصواتكم ومشاركاتكم فيها. ودعونا نرحب بمن يصحبني دائما في تقديم هذا البرنامج، الأخ خوين عبد الرحمن وعمار. أهلا وسهلا بكم. حياك الله أبو صبير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. نعيش في زمن السرعة، وزمن ينتظر فيه الإنسان دائما النتائج بشكل سريع. زمن الإنسان دائما يوم يبدأ أي شيء ينتظر على طول النتائج بشكل سريع. اليوم نناقش مع الأخوين عبد الرحمن وعمار عدة أسئلة حول هذا الموضوع. هل كل شيء في الحياة يقاس بالسرعة؟ وهل استعجال النتائج يساعدنا على الوصول، أم قد يكون سببا في إحباطنا وتراجعنا؟ فحطينا عنوان لهذه الحلقة، عنوان جميل شبابي بسيط، ونتناقش فيه طبعا مع آراء الشباب. والعنوان هو: هل أصبحنا نستعجل النتائج؟ هذا الموضوع من يستطيع أن يشارك فيه عبر الاتصال. نحن لا شك بأن احنا نسعد بسماع أصواتكم عبر الرقم الظاهر أمامكم في الشاشة، وفي الأخير هي وجهات نظر نفيد ونستفيد لا شك. عبد الرحمن، خليني أبدأ معك اليوم وأسألك السؤال المعتاد، والسؤال اللي خليني أقول لك ملحوظ، الكل يرى هذا الموضوع بعين الاعتبار. لماذا أصبح الشاب أو الشباب بشكل عام يستعجلون النتائج أكثر من السابق؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذا الموضوع صراحة هو يعتبر من واحدة من آفات هذا الزمان، وتحديدا في هذه الفترة اللي نعيش فيها ثورة معلوماتية رهيبة جدا، انتهت بثورة الذكاء الاصطناعي وما قبلها من الثورات اللي ساهمت بشكل كبير في تأصيل أو وجود هذه الأزمة. طيب، سؤالك أبو صقر، لماذا أصبح الشباب يستعجلون النتائج أكثر من السابق؟ خلينا يعني أنوه المشاهدين وأنوهكم على نقطة جدا مهمة. أولا، فكرة تسارع الأزمان ويعني سرعة الزمن هذه علامة من علامات الساعة. فبالتالي الناس أول يعني لو تلاحظ حتى على الصعيد الشخصي، تقول يا أخي تحس إن اليوم فيه بركة، أنت تقوم بدري، تخلص أمور كثيرة في حياتك، ولسه باقي في يومك ساعات. حاليا لا، حاليا تحس إنه ما إنك تفتح عينك إلا إنه مخك شغال، تحس إنه في واحد قاعد يجري وراك. هذه هي واحدة من علامات الساعة اللي أثرت بشكل كبير جدا على فكرة استعجال النتائج. ليش؟ لأنك أنت بتحس إنه في واحد قاعد يجي وراك، تحس إنك أنت تحس إنك أنت متأخر دائما. هذا الشعور هو واحدة من يعني علامات هذا العصر وعلامات الساعة. أيضا نقطة جدا حساسة وجدا مهمة، ألا وهي الناس دائما ينظرون إلى اللقطة الأخيرة، واللقطة الأخيرة دائما غالبا ما تكون لقطة نجاح. يعني لاعب يرفع الكأس، ما هو يعني أنت ما شفت المعاناة اللي مر فيها خلال موسم كامل، شخص يتخرج من الجامعة أو يتخرج من الماجستير أو من الدكتوراه. اللقطة هذه هي يعني هي اللقطة الحاضرة، ولكن المعاناة اللي قبلها هي يعني اللقطات الغائبة. فبالتالي فكرة تصدير النجاح فقط دون تصدير يعني ما في أحد راح ينشر لك معاناته أبدا، ولكن كلنا راح ننشر فقط اللقطة الأخيرة اللي هي اللقطة الناجحة. فبالتالي وهذا الأسلوب في تصدير النجاحات فقط دون تصدير المعاناة ساهم بشكل كبير. إيش يا أخي، أنا هذا الشخص وصل إلى هذه النقطة وهذا النجاح، بالتالي أنا أريد أن أصل إلى هذا النجاح. فيصبح هدف الإنسان إني أنا أبغى أوصل إلى هذه النقطة، ما لا ينظر أبدا إلى كيف أصل إلى هذه النقطة. أنا هدفي هو الوصول. إنك تكرر على نفسك فكرة إنه أنا أبغى أوصل. أنت هذا يحط عليك إيش؟
يحط عليك ستريس عالي، يحط عليك ضغط، وبالتالي انت تستعجل النتائج ودك اليوم. لذلك تسمع عن منتجات التنحيف في 9 ايام، منتجات التعضيل في 5 ايام، هذه والناس يلجؤون الى الهرمونات. في كل مجال من مجالات الحياه اللي فيه نجاح، يعني مثلا على الصعيد الصحي الناس ودها تنحف في خلال اسبوع اسبوعين. على الصعيد المهني الناس ودها تصبح مليارديرات ومليونيرات في شهر وفي سنه وفي سنتين. هذا كلام يعني لا يستقيم مع قوانين الحياه و يعني اساسيات الحياه العامه. النقطه الاخيره للاسف فكره ان انت كل شيء قاعد تحله بضغطه زر، هذه ساهمت ايضا بنشر هذه المشكله. يعني مثلا انت الان اول اذا تبغى تاكل مثلا يا ابو صقر، سابقا تبغى تاكل من مطعم مثلا او تبغى تطبخ، انت لازم تروح تشتري الوجبه تعدها في البيت، تروح تحطها في البيت وتعدها. الموضوع ياخذ منك وقت. نعم. كل شيء كان ياخذ منك وقت. الان تاخذ الجوال على طول. وتطلب، هي ربع ساعه نص ساعه، لا بل اصبحت شركات التوصيل تتنافس مين يوصل لك اسرع، وتحط شرط زائد اذا تاخر الطلب. هذه السرعه في الحصول على نتائج لا شك ولا ريب انها ساهمت بشكل كبير في رفع من نشر هذه المشكله الا وهي استعجال النتائج. طيب هذا كلامك عبد الرحمن طبعا الجميل يجرني الى سؤال اطرحه بين يديك عمار، سؤال جدا مهم. السوشيال ميديا عمار ووسائل التواصل الاجتماعي هل ساهمت في خلق ثقافة النجاح السريع؟ هل لها دور كبير في الموضوع؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالتأكيد وسائل التواصل الاجتماعي دائما لها لها يد كبير في إنه نبغى النتائج دائما تكون سريعة. زي ما قال تعقيبا لكلام عبد الرحمن إنه دائما الناس تشوف إيش النجاح، ما تشوف المعاناة، ما تشوف كيف واحد وصل إلى الطريق الصعب اللي سلكوه ومشى عليه. في زي ما نشوف مليارديرات العالم، يعني في ناس ما وصلت لهذا النتيجة إلا في عمر 60 في 70، يعني ما بتاخذها في عمر الشباب. وفي قاعدة دائما يقول لك ما في ملياردير أخذها هو بدري، لسه يقول لك ينتظر عمر كثير إلى ما يوصل، حارب من أجله. إيه، ففي عمر طويل في هذا التعب. ودائما التواصل الاجتماعي دائما ما يظهر لك الا اشياء اللي الناس تبغى تشوفها، ما حد بيظهر لك شيء انت ما تبي تشوفه. الصعوبات والاشياء الثقيله، البكاء، الحزن، الاشياء ذي كلها دائما ما بتشوفها. بتشوف دائما السياره الحلوه، بتشوف البيت الحلو. نعم. ايه، بتشوف انا حفل زواجي، انا مدري ايش. ما بتشوف الاشياء الناجحه دائما، الصعبه دائما. دائما نقول ان التواصل الاجتماعي في هذا الزمن اعطى للشباب او للشابات او كل الناس، حتى الكبار والصغار الان صاروا يقتدون بالتواصل الاجتماعي. انه خلاص هذه النتيجه توصل على طول. يعني مثلا اليوم ابدا دراسه، بكره ابغى اتخرج، خلاص ما عاد عندي صبر، ما حد فيه عنده صبر الان. يقول لك عصر التطور والسرعة ومدري ايش. طيب هو عصر تطور وسرعة، لكن ما هو في النتائج، ما هو في المحصلات أو الأشياء هذه. كل شيء في الكون هذا يمشي بتقدير إلهي. ربنا معطيك وقتك، معطيك أيامك الصعبة، معطيك أيامك الحلوة. لازم نعيش كل دقيقة وكل ثانية باللي هي موجودة. على شو بيقول، إذا كانت المقاومة صعبة فاستمتع، صحيح؟ نعم. فهذه هي دائما يقول لك الأشياء ذي تعيشها وأنت مبسوط. خل النتائج تيجي، اصبر، الصبر دائما مفتاح الفرج. عيشها وأنت مبسوط، خلها تمشي وتمشي وتمشي. الناس تجي تقول لك لا أنا أبغى اليوم أنبسط ومدري إيش، هو عنده مليون هم ومدري إيش. خلي الهم يمشي، عيش معاه وعيش مع ربك، وخذ الأسباب دائما، وتحلى بالصبر. الصبر دائما هو بيوديك
الشيء اللي انت توصل له باذن الواحد الاحد. الناس تقول لك يا عمار بيجينا السكر من كثر ما نتحلى بالصبر. يا رجال صل على النبي. السكر بيجي حتى للناس اللي هي مريحه، هذا هو كلها من عند رب العالمين. بإذن كان بيجيك والله بيجيك، حتى لو انت قاعد على بكامل عافيتك. اي بكامل عافيتك. وفي ناس سبحان الله وصلوا للي هم يبغوه وهم من ذوي الاحتياجات الخاصه وصبروا وكانت الحياه مشقه لهم. فدائما نشوف الصبر هو دائما عكس اللي نشوفه في التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي دائما انا اقول هو الواقع الكاذب، ما هو حقيقي. دائما اللقطات الاخيره بيجيب لك اللقطه الاخيره ويقول لك انا والناس تنبهر. حرفيا احنا في هذا الزمن بنشوف الوصول الناجح بنقول يا سلام نحن بنمشي على الطريق، وتمشي في ذا الطريق تطيح، ما مستحيل تقدر تكمل. فدائما نقول التواصل الاجتماعي هي زي ما نقول فتح لنا بوابة للحصول على النتائج السريعة، وبحيث انه نتائج ما تجي بسرعة، دائما يبغى لها وقت في كل حين ومكان. طيب خليني عبد الرحمن اسالك، كيف اربط ما بين طموح، عندي مشروع وانا انسان طموح وابغى افتح مشروع، وبين الاستعجال المضر؟ جميل. أنا عندي وجهة نظر في هذه النقطة قد يعني تخالف الكثير وقد تثير الجدل أيضا. أنا دائما عندما أتناقش مع طبعا فكرة الاستعجال غالبا تلقاها عند شفت يسمون الجيل زد أو الناس اللي مواليد 2000 فما فوق. غالبا فكرة النتائج السريعة تلقاها عند هذا الجيل، وغالبا فكرة الصبر على النتائج حتى مو فوق ال 2000، حتى فوق ال 95، يعني من عام 1995 وطالع، هذول الناس هم الناس اللي تلقاهم غالبا نتائجهم يبغونها بشكل سريع. الجيل اللي قبل اللي هو جيل الثمانينات جيل السبعينات تلقاه متمسك بفكرة أن النجاح يأخذ وقت، وتلقاه يصبر على مشروع أو يصبر على فكرة أو يصبر على يعني شيء معين أيام على حسب كل شيء، لكن يصبر عليه فترة طويلة. أنا أقول سؤالك أنت جميل، ما الفرق بين الطموح والاستعجال المضر؟ أنا أقول لكل الشباب، هي طبعا وجهة نظر خالصة تأخذ وترد، أي أن الله عز وجل ما وضع في أيدينا يعني وسائل لكي تسرع من النتائج عبثا. هذه حطها قاعدة. أنا ليش أقول لك الكلام هذا؟ نوح عليه السلام عندما دعا أمته دعاهم في 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن هم متى أسلموا؟ أسلموا بعد هذا المدة. فبالتالي الله عز وجل في كل زمان يضع أساليب تناسب النتائج المرجوة في هذا الزمان. يعني مثلا حتى يعني تصل للصورة، وهذه طبعا زي ما قلت لك وجهة نظر أنا ما أستدل بها، يعني ما أستدل بها من أي أحد، أنا هذا يعني تحليل من عندي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا أمته دعاهم في كم؟ دعاهم في 23 سنة، 10 سنوات دعوة سرية و13 سنة دعوة يعني جيل، أو العكس أنا ما أتذكر بالضبط، ولكن مجمل الدعوة كانت في 23 سنة. عندما تأخذ 23 سنة وتأخذ 950 سنة فرق شاسع، صح؟ نعم. طب ليش هنا ما قلنا انه هنا النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه طبعا استعجل النتائج؟ وليش ما قلنا انه نوح هنا تاخر؟ لانه الزمان يختلف. فبالتالي لابد على كبار، يعني مو كبار، اتكلم عن الناس اللي فوق يعني سن ال 30 و 40، انهم يتقبلوا فكره انه ممكن النجاح يجي بسرعه، ما في مشكله. ليش؟ لأن الله عز وجل وضع لك هذه الوسائل في ايدينا، ما وضعها عبثا. يعني فكره انه يكون في ذكاء اصطناعي تساله ويجاوبك، هذه ما هي بآفة، هذه نعمة، ولا بد انك تتعامل من خلالها على انها نعمة، وان تستخدمها في الوصول الى النتائج الجيدة. انا ضد فكرة انه الذكاء الاصطناعي يعني او السوشيال ميديا خلت الشباب يتوهموا فكرة انه ممكن انت تنجح بشكل سريع. انا اتفق مع هذه الجزئية في مسألة النجاح، ولكن ما اتفق
في فكره انك انت تاخذ النتائج بشكل سريع. يعني انا عشان ما اوصل الى النتيجه بشكل سريع، اقوم انا يعني ارفض هذه النتائج. هم ترى عندهم حساسيه من هذه النقطه، هم يرفضون فكره ان انا اتعامل مع هذه وانا اروح يعني اروح مثلا عند الكتب واخذ المعلومه. لا، انت الان يوم ضيعت وقتك في 3-4 ساعات عشان تاخذ معلومه من كتاب، انا اخذتها في ثانيه واحده. هل انا الان مبتلى بآفة النتائج السريعه؟ لا، هذا الكلام انا اشوفه غير صحيح ابدا. وهذه النقطه الحساسه والخيط الرفيع ما بين فكره الاستعجال خلينا نسميها الاستعجال الصحي والاستعجال الغير صحي. طيب متى؟ طب كيف يستقيم الامر عندما نقول انه هذا الكون له سنن كونيه وان النجاح لا ياتي بسهوله؟ انا اقول في كل مرحله او في كل رحله وهدف كبير يوجد اهداف صغيره. يعني انت هدفك مثلا تصل الى الثراء، او ان هدفك انك توصل الى انك تكون مثلا مليونير. خلينا نتكلم عن الاهداف الدنيويه. هذا هدف كبير وبعيد، هذا هدف صحيح لا يستقيم الا بمده، ويوجد له قوانين كونيه ممكن نتكلم عنها لاحقا. لكن في وصولك الى هذا الهدف يوجد اهداف صغيره، هذه هي الاهداف اللي انت ممكن توصلها بشكل سريع باستخدام النعم والوسائل التي الله عز وجل وهبنا ورزقنا اياها. حتى فكره حقين الموارد والتنميه البشريه يقول لك يا اخي بدل ما انت تاخذ هدف بعيد المدى، يقول لك جزء اهدافك. يعني انت خذ هدف كبير وجزئه الى اهداف صغيره حتى تتواكب. يعني انت مخ في النهايه، يعني عمار معلش، انت ما راح تنعزل عن العالم وما تشوف السوشيال ميديا ولا تشوف الذكاء الاصطناعي. انت ما راح تنعزل عن العالم وتاخذ يعني حجره ويعني لا، هذا ينافي فكره المؤمن الذي يصبر، يعني الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، وانك انت يعني تمشي في الارض وتاخذ. ماشي انا طولت في هذه النقطه لكنها نقطه جدا مهمه. طرحك جميل في الحقيقه. ايه، لكن انا ابغى اوصل للناس فكره انك انت تتقبل هذا الواقع، ولكن اعرف انك كيف تتعامل معه. تقبل فكره وجود يعني اشياء وحياه سريعه، ولكن خذها بما يتناسب مع طبيعه وحياتك. لا ترفضها ولا تتحسس منها، لانها هي واقع مفروض عليك لا محاله، لن تستطيع ان تهرب منها ابدا. فبالتالي انت استخدم هذه النتائج وحاول انك تتواكب معها. كيف؟ تاخذ مثلا هدف بعيد المدى وتجزئه الى اهداف صغيره، حتى لو وصل بك الحال انك انت كل يوم يكون عندك هدف. يعني مثلا في السابق يقول لك يا اخي انت عندك هدف طويل المدى، خلاص انت بتشتغل عليه بغض النظر عن النتائج. لا، الان مع السرعه، مع الدوبامين، مع انت مضطر انك انت كل يوم يكون عندك جائزه وكل يوم يكون عندك هدف. يعني مثلا انا اليوم هدفي اني انا انجز المهام اليوميه اللي بتوصلني الى الهدف البعيد. خلاص انا اركز على هذا اليوم واخذ جائزه هذا اليوم. اذا انا مثلا كنت مخطط ان اروح الجيم، بعدها اكل وجبه صحيه، بعدها انجز عملي، بعدها اقابل مثلا شخصين 3. اذا انجزت هذه الاعمال اليوميه يسمونها الديلي تاسكس، اذا انا انجزتها انا اعتبر ايش؟ اعتبر نجحت. لا انظر للهدف البعيد، انظر ليش انا اسوي الكلام هذا؟ حتى حتى اواكب فكره النجاحات السريعه، وحتى مخي يعني يتبرمج مع يعني الظروف اللي احنا حطينا فيها في هذا الزمن. هذه وجهه نظري. طبعا انا ناقشت فيها، ليش اقول لك انها ممكن تزعل؟ لاني انا ناقشت فيها ناس يعتبرون يعني ما هم في جيل الشباب، في جيل ما قبل الشباب الحالي، يقول لك لا، يقول لك هذا الطرح ينافي فكره السنن الكونيه، وان النجاح ياخذ وقت، وانه هذه بتسبب لك انك انت بتكون مستعجل وانت بتكون تحت ستريس عالي وضغط عالي. لا، انا اختلف تماما مع هذه وجهه النظر. طيب والله في الحقيقه هو طرحك جميل وانا اوافقك ترى يعني بشكل كبير جدا. عشان زي كذا ما حبيت يعني الله يسلمك اقاطعك في الموضوع. ولكن عمار خليني ارجع لك في سؤال. الاستعجال وتاثيره على قرارات الشباب، كيف يؤثر الاستعجال على نتائج وقرارات الشباب دائما؟ تفضل. والله شوف، الاستعجال دائما يخليك ممكن تقفل أبواب كانت عندك. فلو تيجي على الناحية المهنية يجيك يمكن يترك وظيفته عشان ما حصل مثلا النتيجة اللي هو يبغاها. مثلا دخل وظيفة يبي يوصل المدير العام أو لحاجة معينة أو لراتب معين، ما وصلوا، قال مع السلامة، أنا هذا الشغل ما يناسبني، وقفل هذا الباب. مع انه بحيث انه يقدر يكمل وياخذ خبره ويستفيد
وما شاء الله اذا ربنا كتب له يمكن يوصل اداره الشركه نفسها، لكن ما عاد فيها. هذه نتيجتها دائما تجيك سلبيه. بالنسبه للاستعجال دائما نيجي في ناحيه التعليم مثلا. ناحيه التعليم مثلا يجيك يقول لك حبيبي انا ابغى اخلص الدراسه دي بسرعه ومدري ايش، لا خليني جاته مشكله او مشكلتين في الجامعه، قال مع السلامه خلاص قفل باب جامعه. فدائما الاستعجال يجعل الشباب اكثر عرضه للانجذاب الى الوعود غير الواقعيه. دائما يقول لك، فدائما مثل المشاريع الربح السريع او الدورات اللي تروج للنجاح الفوري، هذه دائما يجيك كذا تضيعك. من الناحيه النفسيه يؤدي الاستعجال استعجال النتائج الى الاحباط المستمر، والاحباط المستمر دائما يزرع فيك الفشل وعدم الاصرار، او ما تكمل خلاص. الاحباط دائما هو يقتل الانسان ولو كانت اهدافه دائما من اعظم الاهداف، وهذا هو الله اعلم. طيب عبد الرحمن، على عجاله، انا والله في عندي اسئله كثيره. جميل. بس ولكن لو اعطيك هذا السؤال وتجاوبني اياه بشكل مختصر نظرا لضيق الوقت. نعم. الصبر في الفتره الحاليه نعم. هل اصبح قيمه غائبه؟ نعم. صح. والله يا أخي للأسف الصبر يعني خلينا نقول أنه ما زال موجود، ولكنه يتعرض لمعاناة كبيرة جدا، وأصبح بسبب الظروف الراهنة الناس تخلط بين الصبر السلبي والصبر الإيجابي. أحيانا يقول لك أحيانا يكون الصبر هو تردد وتأخير غير مبرر، وأحيانا يكون الصبر إيجابي وفي محله. فبالتالي هذه المعاناة تزيد أيضا من قيمة الصبر، فبالتالي لا شك أنها كانت أنها أصبحت قيمة صعبة. لذلك الله عز وجل يقول في الكتاب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الصبر فعلا قيمة صعبة وصعبة جدا. لذلك أنت لابد أنك أنت يعني تلتجئ إلى الله عز وجل وتتضرع إليه بأن يلهمك الصبر، لأنه فعليا ما نجح أي ناجح إلا بها. يعني لا يوجد أبدا على وجه الكرة الأرضية منذ أن خلق الله سيدنا آدم إلى هذه اللحظة شخص نجح ولم يصبر، مستحيل. نسبة الناجحون من دون صبر هم 0.000. لا يوجد. ليش؟ لأنه هذه هي سنن كونية حقيقية. فبالتالي الصبر هو المفتاح الحقيقي للوصول إلى الهدف والنجاح. طبعا النجاح بمفهومه العام هذا شيء معروف عند الكثير، أنه يختلف من شخص لآخر. فبالتالي نجاحك أنس يختلف عن نجاحي، يعني لا يوجد تعريف واحد للنجاح، إنما هو النجاح يختلف من شخص إلى آخر. هذا الكلام تكلموا فيه ناس كثير، لكن الصبر هو واحد. بعد ما تحدد هدفك لابد أنك أنت تصبر حتى تصل إليه. فبالتالي نعم الصبر قيمة غائبة، ولكن لابد الإنسان يعني يجالد ويجاهد نفسه حتى يحصل عليه. لأنك إذا حصلت على هذه القيمة أصبح من صفاتك أنك أنت تكون إنسان تصبر على أهدافك، فبالتالي أنت يعني غنمت غنيمة كبيرة جدا، وتستطيع أن تواجه مصاعب الحياة بكل يعني سلاسة وبكل مرونة. عمار، في دقيقتين، كيف يوازن الشاب بين الطموح والصبر على النتائج؟ شوف عندي هنا نقاط بقولها على عجال. نعم. ما عاد في وقت اتوقع. يقول لك اولا التركيز على المسار ليس على النتيجه. ثانيا وضع اهداف مرحليه، هذه تكلم فيها عبد الرحمن، بحيث انك تضع اهداف وتبرمج كل شيء بحيث انه كل شيء يتاقلم. فهم ان التاخير لا يعني الفشل دائما، والاستفاده من التجارب والاخطاء. لازم من كل تجربه تسقط فيها وتفشل فيها تستفيد منها بكل ما عندك. ثالثا او رابعا تقليل المقارنات مع الاخرين. هذه المقارنات دائما هي اللي تموت الخطط او المسارات اللي انت ماشي فيها. ودائما نحن نقول في كل ما عندك في الحياه هذه، ما دام انك عايش دائما توكل على الله واستعين بالله،
وبإذن الله راح توصل لكل ما عندك. الدنيا هذه عارف صعبة، وكل واحد عنده هموم وضغوطات ومشاكل، لكن احنا دائما نتوكل على الله ونصبر. ما في أحد في الدنيا هذه يعني ما عنده هم، ما عنده غم، لكن السعيد من جاور الله، السعيد من توكل على الله واستعان بالله، وزي ما تقول خلى طريق رب العالمين معاه دائما. فهذا بيكون دائما ناجح وبيتعلم الصبر. وزي ما قال عبد الرحمن، أدعي الله دائما ربي يرزقك الصبر في كل أمورك، في إيش ما كان عندك، سواء لو إيش ما. سمعت بودكاست قبل كم عن أيام عرفة والدعاء ومدري إيش، فكان يتكلم عن فضل الدعاء، فكان يقول لك في ما أدري مين هو نبي من الأنبياء، يعني يقول يا رب أنزل لنا مائدة من السماء لتكون لنا عيد. فادعي، باب الدعاء مفتوح، ربنا رب المستحيلات، ادعيه والله يصبرك، والله يعطيك، والله يرزقك من حيث لا تحتسب. وإن كانت الدنيا هذه ضاغطتنا كلنا ومتعبتنا ما عاد فينا نصبر، لكن والله ربك أرحم وأحكم، والدنيا هذه ما زالت بخير. ربنا يعيننا كلنا إن شاء الله ويرزقنا الصبر دائما يا رب العالمين. اللهم امين. شاكر لطرحكم الجميل استاذ عبد الرحمن الله يسلمك واستاذ عمار، والشكر موصول ايضا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه وحسن المشاهده. في الختام تبين لنا ان الطموح شيء جميل والسعي مطلوب، ولكن النتائج الكبيره لا تاتي دائما بالسرعه التي نريدها، فلكل انجاز وقته الخاص، ولكل ثمرة موسمها الخاص أيضا. وما بين البدايات والنجاحات رحلة تحتاج إلى صبر واستمرارية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصبر. اللهم آمين. شكرا لكم، نلتقيكم بعون الله وقوته الأسبوع القادم يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت أسمرة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.